السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اول حاجة هنصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا اسمي آية ودي قناتي. لو اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس وما تنسيش اللايك. النهاردة بقى هنعمل كبدة. انا كنت عاملاها في اول القناة بس مش عارفة الفيديو راح فين بصراحة. فهنعمل كبدة اللي هي بتبقى العصافير اللي جاية الصغيرة دي، متقطعة صغير يعني، وهعملها في سندوتشات. كل مرة بنعملها مع مكرونة، نغير بقى ونعملها في سندوتشات المرة دي. اول حاجة انا جبت الكبدة كده، والكبدة لو مثلا افراد اسرتك 3 أو 4، ربع كيلو بيكفي، لانك بتزودي عليها بصل وفلفل، ولو بتحبي تحطي طماطم كل ده بيعمل يعني بيعمل لها فوليوم يعني وبيكترها. اول حاجة انا جبت كده الكبدة وحطيت عليها عصرة ليمون، وتبلتها بملح وفلفل، قصدي تبلتها بفلفل وكمون وكزبرة ناشفة، وسبتها زي نص ساعة كده عشان الليمون يشد اي زفرة منها ويبقى ريحتها حلوة. تاني حاجة جبت البصل اللي عندي، لقيت الكبير كله خلص بقى، قمت مجمعة الصغير كله كده. وقطعت اول بصلاية صغير، وبعد كده قطعت الباقي جوليان كده عشان يبقى كبير شوية. هي دي الوحيدة اللي قطعتها بس صغير. هخلص كمية البصل اللي معايا الاول كده. في ناس بتحبها من غير بصل وبتكتفي بالثوم بس، لا انا بحب البصل فيها. البصل بيطعم اي اكلة اصلا، بيديلها طعم جميل جدا جدا. وقطعت برضو 3 فلفل كده، 3 من ثمرة الفلفل يعني الاخضر. عايزة تحطي فلفل الوان براحتك، بس انا بكتفي بحب الاخضر بس في الكبدة بيبقى طعمه حلو جدا. وهرست فصين توم كده برضو، خليتهم على جنب. نزلت بالبصل كده في حبة زيت في مقلاية، وحطيت عليه شوية ملح عشان يدبل البصل شوية. انا عايزة البصلة تدبل بس مش عايزة احمرها، عايزاها تبقى واخدة اللون الشفاف. دلوقتي هتشوفوها انا عايزة اوصلها لايه، للشكل ده، اللون الشفاف يعني، ما تبقاش زي ما هي برونقها اللي نازلة بيه في الزيت، ولا عايزاها متحمرة ولا تاخد لون خالص اصلا. بعد كده نزلت بالكبدة كده والنار عالية، اديت لها صدمة، مش هحركها خالص، هسيبها على الجنب ده كده لحد ما تغير لون من تحت. وبعد كده هبدأ اقلب فيها عشان تاخد لون من الناحية التانية. بدأت اقلبها اهو لما خدت لون من الناحية التانية. عشان تاخد صدمة برضو لازم الكبدة تاخد صدمة على نار عالية، عشان ما تنزلش السوائل اللي فيها. السوائل اللي فيها هي اللي هتعمل زفارة في الأكلة. نزلت بقى في فصين الثوم اللي انا هرستهم كده بالسكينة، 4 فصوص ثوم بالظبط، نزلت بيهم على الربع كيلو. قعدت اقلبه كده يطلع ريحته، بس برضو مش هديله لون خالص، يطلع ريحته. وبعد كده قلبت كله في بعضه بقى عشان كله ياخد من طعم بعضه. وهزود بقى عليها الملح وفلفل اسمر تاني وكمون برضو وكزبرة ناشفة. التوابل اللي انا حطيتها عليها في الاول بحط عليها تاني، بس باخد بالي ان انا قبل كده متبلاها، فما زودش التوابل عشان يعني ما تبقاش كتير تغير في طعم الحاجة وتدي طعم النتيجة عكسية يعني في الاخر. لا، خلي بالك ان انتي متبلاها في الاول. هقلب بقى كله مع بعضه كده، وهغطيها تستوي شوية مع نفسها. وقبل ما اقفل عليها هكون محضره طماطمايه كده. انا مبحبش الطماطم على الكبده، بس اما اجي للقطه دي هشرحها برضو، هقولك انا ليه هحط على جنب بس. جبت هنا العيش الطويل بقى. انا جبت العيش ده اللي هو بيبقى مقلبس كده شويه، ما جبتش الصغير، عشان السندوتش الواحد من ده بيكفي اصلا وبيشبع. قطعت العيش كله كده بالمقص. عايزة تعمليه في عيش كايزر براحتك، عايزة تعمليها في عيش شامي اللي هو الابيض ده براحتك اللي انت عايزاه. بس انا حبيت اعملها في عيش طويل من اللي هو بتاع المدارس بتاع الاولاد ده. جيت بقى حطيت الفلفل هنا اخر خطوة عشان يفضل لونه يعني ايه، ما يبقاش غامق قوي بلون الكبدة، لا انا عايزة لونه الاخضر يبان شوية فيها. وهحط على جنب كده هاخد حبة كده صغيرين لوحدهم، هحط عليهم طماطم لان في افراد في الاسرة بتحب الطماطم عليها، انا وما بحب، وفي افراد تانية ما بتحبش الطماطم عليها، بتكتفي بالفلفل بس والبصل. فانا حطيت طماطم على جنب،
وسبت الناحية التانية معلهاش طماطم. على فكرة في ناس بتدي للكبدة صدمة في الأول، لا أنا بدي للبصل هو اللي يخليه شفاف الأول، لأن الكبدة مبتاخدش وقت على النار، البصل هو اللي ممكن ياخد وقت على النار، فعشان كده ببتدي بالبصل هو اللي بشوحه الأول في الزيت. دي معلومة برضو نسيت أقولها لكم، أنا ليه بحط البصل في الأول. خلص الكبدة بتاعتي بقى، غطيتها كده بالفلفل والطماطم، غطيتها زي 5 دقايق لحد ما دبلوا كده معاها الفلفل والطماطم، وطفيت النار وجبت بقى الكبدة بتاعتي هنا. هعبي بقى السندوتشات كلها، بحط معلقتين بس في السندوتش كده، وبيبقى مليان وجميل وبيشبع بصراحة. انا عن نفسي كلت سندوتشين ما قدرتش اكمل خالص غير الاتنين دول بس. خلصت بقى كده السندوتشات كلها، احط في الاطباق بقى كده هقدمهم، ودي برضو هحطه كده. عايزة تحطيهم في صينية بقى كلهم مع بعض براحتك. انا عملت كده وقدمتهم على الطبقين دول، وعملت طحينة بيضة، هبقى في يوم تاني اوريك الطحينة البيضة بحضرها ازاي يعني. ومعها شيبسي بقى او بطاطس محمرة في البيت، اللي انت عايزاه واللي انت تقدري عليه اعمليه. وكان في مخلل بس بصراحة انا نسيت اقدمه، بس كان في مخلل، لازم المخلل طبعا مع الاكلة دي. شايفين السندوتش جميل ازاي ومليان ومهوش فاضي من جوه خالص، طعمه طبعا تحفة. تغمسيه بالطحينة كده ومع الشيبسي وحتة مخلل، أكلة جميلة ما خدتش وقت مني خالص في المطبخ، غير تحضير وطبيخ يعني هي نص ساعة، وما وقفتش في المطبخ كتير. جربي الكبدة بطريقتي هتعجبك جدا، هتبقى عاملة زي بتاعة المحلات، طعمها جميل ولذيذ وطرية ما نشفتش خالص، عشان انا منزلتش بيها الاول، نزلت بالبصل، هتلاقيها طرية وجميلة، طعمها تحفة تحفة جدا. شوفوا السندوتش بقى من جوه عامل ازاي، أكلة جميلة في غدا أو عشاء، هتعجبك قوي، والأولاد بيفرحوا طبعا بالسندوتشات والكايزر والحاجات دي، فاعمليها وهم هياكلوا منها ويحبوها خالص. أنا كده بقى خلصت الحلقة بتاعتي، الوصفة بتاعتي النهاردة كانت سهلة وبسيطة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس. باي باي.